المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بحامي وأبرز العناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للتبرع بالدم. تنظيم ورشة عمل بيئية في إقليم القشبركة. اكتمال أكثر من 90% من أعمال تشييد سد في مايعيلي. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات الجوية. عشرات القتلى بغرق قارب في الكونغو. وسفينة حرب أمريكا تصل إلى أستراليا قبل مناورات مشتركة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بالرابع عشر من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة العشرين على مستوى البلاد تحت شعار لنتبرع بالدم ونمنح الأمل وننقذ الأرواح معا. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم السيدة ألم برهة في الكلمة التي ألقتها في الحفل المنظم في أسمرة، قالت إن هذا اليوم هو يوم إنقاذ المتبرعين الطوعيين والعاملين في مجال الصحة للمواطنين من نقص الدم ومعاناته، والدعوة للانضمام للتبرع بالدم ذاكرة في الوقت نفسه أنه بفضل الجهود المتواصلة مع الشركاء يتزايد الوعي ويزدهر التبرع الطوعي بالدم. وأشادت باستثمار الحكومة في عملية التبرع بالدم، ودعت إلى تنسيق الأنشطة في فعالية وكفاءة ونشر التبرع بالدم فضلا عن تطوير المرافق وإدارتها. وقال المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستم أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان إمدادات الدم الآمنة والكافية، موضحا بأن كمية الدم المتبرع بها التي كانت 10,000 كيس في عام 2020 ازدادت بأكثر من 62% لتصل إلى أكثر من 16,000 كيس في عام 2024. وألقى ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور نونسو إيجيوفور كلمة حول أهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية والأخلاقية. وقدمت في الختام شهادات تقديرية للمتبرعين الطوعيين، ومنح أيضا المتبرعين المثاليين حوافز وشهادات تقديرية. وفي ذات السياق نظم في الفترة من 9 وحتى 13 من يونيو أسبوع التبرع بالدم بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم في كلية العلوم وكلية الهندسة والتكنولوجيا بماي نفعي، والذي يتم الاحتفال به تحت شعار نتبرع بالدم ونمنح الأمل وننقذ الأرواح معا. وأوضح مسؤول خدمات تبرع الدم في بنك الدم الممرض محاري أبراهام أنه تم التبرع ب 485 وحدة دم خلال الأسبوع. وذكر الطلاب أن التبرع الطوعي بالدم له فوائد مزدوجة للتعرف عن الأوضاع الصحية إلى جانب الشعور بالرضا لإنقاذ أرواح لا يمكن تعويضها بالدم القابل للتعويض. وقال الممرض محاري أن التبرع الطوعي بالدم وصل إلى مستوى جيد على مستوى البلاد بفضل الوعي المتزايد في أوساط المجتمع. في غضون ذلك أكد رئيس فرع الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم الجنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر، أكد على أن العمل جار لزيادة أعداد المتبرعين بالدم وتوسيع نطاق أنشطة التبرع بالدم التطوعي في الإقليم. وأضاف خلال برنامج أقيم بمناسبة يوم التبرع بالدم أن حملات التبرع بالدم بدأت بالفعل لتوسيع أنشطة الجمعية التي كانت مقتصرة في مدينة عصب. وأشاد رئيس مجلس الإقليم السيد علي نور في كلمته بهذه المناسبة أشاد بحملة التبرع الطوعي بالدم لإنقاذ حياة الرضع والأمهات. وفي المناسبة قدمت محاضرة حول التبرع بالدم وفوائده الصحية. نظمت ورشة عمل في بارنتو يوم 13 من يونيو تركزت حول التلوث البيئي والمشاكل الصحية التي يتعرض لها الإنسان والحيوان ناتجة لإدارة النفايات غير الآمنة واستخدام البلاستيك. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الورشة تهدف إلى تحسين الممارسات الحالية لضمان السلامة البيئية، حيث لم يتم بعد القضاء تماما على استخدام البلاستيك بالرغم من وجود تعليمات
معلومات على مستوى البلاد لمنع استخدام البلاستيك وضعا في الاعتبار أضراره البيئية. وقدم مسؤول الأراضي السيد أبرهة قبر أملاخ النتائج العلمية حول مضمون البيئة وأهميتها والحقائق حول الموارد البيئية وكذلك التحديات البيئية وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، مضيفا بأن استخدام البلاستيك وظاهرة النفايات الخطرة لم يتم القضاء عليها بالكامل في إقليم القاش بركة بشكل عام وفي مدن تسني وبارنتو وغردات بشكل خاص، مذكرا أنه حان الوقت لتنفيذ الإخطارات القانونية والمبادئ التوجيهية الصادرة للحظر بشكل كامل. وأوضح حاكم إقليم القاش بركة سعادة السفير محمود علي حروي أن التلوث البيئي الناجم عن البلاستيك أصبح يشكل تهديدا من وقت لآخر، حاثا على إنشاء لجنة تضم الإدارات والجهات الحكومية الأخرى لدراسة الوضع الحالي بهدف استخدام البلاستيك وإدارة النفايات بشكل صحيح وجمع المعلومات الدقيقة للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الختام دعا المشاركون إلى إجراء إصلاحات أساسية لخطوط الصرف الصحي في مدينة غردات وإيجاد حلول لمشكلة نقص شاحنات النفايات وتعزيز الضوابط للحد من استخدام البلاستيك والنظر في بدائل البلاستيك. يجري أعمال بناء سد في عد عتقات بمدينة ميعيني، وأوضح المشرف على العمل المهندس اسم الله الشيماني اكتمال أكثر من 90% من أعمال التشييد. وذكر خبير حفظ المياه والتربة السيد مسرة يبره أن السد الذي سيستخدم قرى عد عتقات وعد فرتي وإنباخاخات سيسهم في تنمية المياه الجوفية والتنمية المروية. وأفاد أفراد قوات الدفاع المشاركون في العمل أنهم يعملون جاهدين لإكمال البناء قبل حلول موسم الأمطار، مشيدين بدعم المواطنين ومساهماتهم. تبعد منطقة عد عتقات مسافة حوالي 45 كيلومترا إلى الناحية الجنوبية من مدينة السجنيتي. نظم نفير تنموي في مديريات حقات وصنعفة وملقي بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء الأبرار. شمل النفير أعمال النظافة العامة الواسعة في حقات منذ 10 من يونيو، النظافة البيئية وإصلاح الطريق الترابي المؤدي إلى مقبرة الشهداء وتجذيب الأشجار التي كانت تعيق حركة السيارات. وأكد المشاركون أن أنشطة النفير ستستمر حتى 20 من يونيو، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية لأبناء الشهداء المحتاجين. وأشاد مدير حقات السيد نصر أب برخات بمشاركة المواطنين عموما والمرأة خاصة. في غضون ذلك نظم برنامج نفير مماثل لجمع التبرعات للشباب العمال في مقبرة الشهداء في مدينة صنعفة. وتضمن النفير المنظم يومي 10 و11 من يونيو رعاية الأشجار والنظافة البيئية. على الصعيد نفسه تجري أعمال إصلاح وتزيين مقبرة الشهداء في مدينة ملقي. وأشار المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد حنس أب ولدو إلى قيام السكان ببذل جهود حثيثة لتنفيذ البرنامج. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. في تصعيد خطير تبادلت إيران وإسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعا ترامب بإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. ولا تزال إسرائيل وإيران تشنان ضربات جوية متبادلة استهدفت مواقع متعددة في كلا البلدين في تصعيد خطير يعد الأعنف منذ تصاعد التوترات بين الطرفين، وأسفرت الهجمات عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهما. على الجانب الإيراني أكدت وسائل إعلام رسمية أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بصواريخ باليستية استهدف مواقع إسرائيلية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية دون الإفصاح عن طبيعة الأهداف أو النتائج المترتبة على الهجوم. في السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 3 إسرائيليين قتلوا وأصيب نحو 90 آخرون جراء سقوط صواريخ إيرانية على عدة مناطق إسرائيلية، فيما اضطر السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ في أنحاء البلاد.
بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران كان بإمكانها تجنب كل هذا لو وافقت على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم بينهم عدد من الطلاب جراء غرق قارب الركاب في مقاطعة إكواتور الواقعة شمال غرب الكونغو. وقال جوستن موبوتو مدير مقاطعة بيكورو إن القارب كان يقل قرويين وبضائع عبر بحيرة تومبا عندما غرق، موضحا أنه لا يزال هناك المزيد من الأشخاص في أعداد المفقودين وعمليات البحث عنهم جارية. وأصبحت حوادث القوارب الكارثية في الكونغو أمرا شائعا، وغالبا ما تعود أسبابها إلى سوء الصيانة أو الحمولة الزائدة أو الأحوال الجوية، كما تعد الأنهار وسيلة النقل الرئيسية لسكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة. وصلت سفينة حربية أمريكية إلى أستراليا قبل مناورات حربية مشتركة ولقاء القمة الأول بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أنتوني ألبانيزي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبدأ أكثر من 30,000 فرد من 19 جيشا الوصول إلى أستراليا للمشاركة في مناورات تاليسمان سبير، وهي أكبر مناورات إسرائيلية أمريكية للقتال الحربي. وستبدأ المناورات الشهر المقبل وتمتد لمسافة 6500 كيلومتر من إقليم جزيرة كريسماس الأسترالية في المحيط الهندي إلى بحر المرجان على الساحل الشرقي لأستراليا. في الخبر الأخير، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع عقد في بكين، أكد استعداد الصين لتعزيز التعاون مع البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك إصلاح النظام النقدي الدولي. وتقوم لاغارد بزيارة نادرة إلى بكين هذا الأسبوع في ظل التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على معظم الدول. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية CCTV عن لي قوله: في ظل تنامي المقاومة للعولمة لا يمكن إلا للتعاون أن يحقق منافع متبادلة. كما التقت لاغارد محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شينغ، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون واتفقا على إنشاء آلية اجتماعية سنوية بين محافظي البنكين المركزيين وفقا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للتبرع بالدم. تنظيم ورشة عمل بيئية في إقليم الكاشبركة. اكتمال أكثر من 90% من أعمال تجديد سد في ماي عيني. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات الجوية. عشرات القتلى بغرق قارب في الكونغو. سفينة حربية أمريكية تصل إلى أستراليا قبل مناورات مشتركة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. كنت معكم فيها قاسم أحمد، ودمتم في أمان الله.